هلو وليدات فام، كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم والكومنتيرات ديالكم في اول فيديو ليا في القناه، وراكم عطيتوني طاقه زوينه بزاف باش انني نزيد نحط. وبلا ما نطول عليكم، يلا نشوفوا شنو قال الاو بي. انا بنت وفي عمري 19 عام. درت واحد الاعلان كنقول بلي انا كنخدم كمربيه اطفال. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى جاوبتني واحد السيده من نفس الحي اللي ساكنه فيه. كلامها كان عادي بزاف. قالت لي بلي عندها واحد الولد صغير عنده 11 شهر، وداك الولد سميتو طوبي. صافي اتفقنا بلي انا كنخدم 130 درهم للساعه، وبلي هي غادي تخرج غير لثلاثه السوايع ودغيا غادي ترجع، وبلي عندها غير واحد الغرض وغادي تقضيه وتجي دغيا للدار. منين وصلت لدارها حلات الباب وهي كتضحك بشويه، وكانت شاده بين يديها واحد الحاجه ملفوفه في واحد المانطه ديال مانطه صغيره، واللي كتبان بلي راها مانطه ديال الدراري الصغار. من الشوفه الاولى قلت بلي هذا بيبي صغير ناعس. قربات ليا وعطاته ليا وقالت لي بلي هذا هو طوبي. منين شديته حسيت بواحد الحاجه غريبه، حسيت بالوزن ديالو خفيف بزاف وبارد، وما كاين حتى شي نفس ولا حركه اللي كنحس بها. نورمالمون انا في الدراري الصغار كنبقى فاش كنهزهم راه كيبقاو يتحركوا، كيبقى كتسمع الصوت ديال الدراري الصغار، كتسمعهم كيتنفسوا ولا كيقدر يغوت. مي هادشي اللي عطاتني ما درت حتى شي حركه. انا هنا بديت كنشك واحد شويه، ولكن فاش ركزت مزيان في وجهه لقيتها راه مونيكا. مونيكا متقونه مقاده لواحد الدرجه اللي كتخلع. انا صافي حسيت بالقلب ديالي غادي يطيح من بلاصتو. ما بغيتش نبين ليها في الموقف اللي نقدر نجرح فيها المشاعر ديالها ولا نقول لها شي حاجه خايبه. فقلت لها وانا كنضحك ديك الضحكه الصفراء، قلت لها واش كاين شي دري صغير واحد اخر في الدار. كنت كنقصد زعما انني نقولها بواحد الطريقه اللي ما تعيقش بيا بلي راني خايفه ولا ما تفهمش غلط. وقفت شويه وبقات كتشوف فيا وقالت لا غير طوبي. في هذه اللحظه ما نقولش لكم تسمرت في بلاصتي، حسيت بواحد التبوريشه دازت ليا في ظهري. زادت وقالت لي بلي كاينين اللي بيبي مونيتورز في كل بلاصه في الدار، وكاينين حتى الكاميرا غير باش تطمن على داك البيبي الصغير وهو بعيد عليها. ما بغيتش نبان متردده، ولكن قربات البيبي ديالها وصافي حيت بغات تمشي في حالها. قربات وباستها ديك البوسه اللي كتبان فيها الحنان ديال الام، وخرجت وسدات معاها الباب. بقيت انا بوحدي في الدار، والدار ما نكذبش عليكم كانت هادئه بواحد الطريقه اللي كتخلع، وهداك الهدوء اللي ثقيل والساعه كدوز ثقيله. الصوت الوحيد اللي كنسمعه هو الصوت ديال التيك تاك ديال الساعه. دابا انا شاده هاد المونيكا، ولكن خصني نبان بلي انها خصني نمثل بلي انها دري صغير. عنكت هاد المونيكا الصغيره وبقيت كنهضر معاها، وشويه حطيتها في الباونسر اولا في هذاك السرير ديالها الصغير. في كل حركه كنت كنديرها دماغي كيبقى يقول لي راه كتشوفني من هذوك الكاميرات اللي كاينين في الدار، راه كتسجل فيا وكتشوف اي حركه كنديرها في الدار. داكشي علاش حتى انا بقيت كنتصرف بحذر وكنمثل الدور ديال بيبي سيتر ديال بصح. بديت كنبدل لهذيك المونيكا ديالها وكنهضر معاها ولكن واحد شويه بغيت نمشي للحمام. وانا غاده في الحمام عيني طاحت في الكولوار على واحد التصويره معلقه في الحيط. هذيك التصويره فيها واحد البيبي اللي هو حقيقي، ولكن الحاجه اللي خلعتني هي ان ذاك البيبي عنده نفس الملامح ديال هذيك المونيكا، نفس الابتسامه اللي في المونيكا هي اللي كاينه عند هذاك البيبي. وهنا فهمت كل شيء. ما قدرتش نستحمل، بقيت كنبكي في صمت. ماشي انني مخلوعه، ولكن بقيت كنبكي حيتاش دموع الحزن على ديك السيده. وهنايا اكتشفت بلي انها
السيدة مسكينة راها مريضة. مسحت الدموع ديالي ورجعت وانا كنضحك وكملت الدور ديالي حتى رجعت السيدة من الاشغال ديالها. اول سؤال سولته فاش دخلت هو كيفاش كان توبي، كيفاش كان كيتصرف توبي، وانا نقول لها راه كان هادئ بزاف ومؤدب. قلت لها راه كان ظريف وما كان كيدير حتى شي صداع بحال الدراري اللي كنت كنبيبي سيتي. قلت لها كان زوين ترونكيل. وحتى من قلبي ديك الساعه اللي حسيت باللي خصني نخفف على هاد السيده، وانا نقول لها عرفتي شنو، انا نحسب لك غير ساعه بلاش عليك 3 سوايع حيت البيبي كان فريمون ترونكيل، داكشي علاش غنحسب لك غير ساعه. وهي تبتسم ليا واحد الابتسامه اللي لحد الان ما قدرتش ننساها. من بعد نهار ولا جوج عاوتاني صيفطات ليا كتسول واش نقدر نرجع نقابل ليها طوبي. عاوتاني ما جاوبتش حتى لدابا. صحابي كيقولوا ليا ما خصنيش نرجع حيت غنبان بحال راني كنستغلها وكنستغل وحده اللي مريضه عقليا ولا مجروحه نفسيا، وانا حتى انا ما بغيتش نكون السبب ديال ان شي حاجه خايبه طرا ليها. وواحد من صحابي وحدين اخرين كيقولوا ليا لا خصك تكوني صريحه معاها وخصك تقولي ليها بلي راها هذيك راها دميه وخصك ترجعيها للواقع. ولكن صراحه بيني وبينكم انا ما بغيتش نقول ليها بلي هذيك دميه، ما بغيتش نقول ليها الصراحه حيت غنحس بلي راه غادي نحطم ليها كاع العالم ديالها ونقدر نكون انا السبب ديال ان ديك السيده تقدر دير شي حاجه في راسها. ولكن لدابا باقي كنرجع كنطرح واحد السؤال على راسي، واش نرجع ونكمل هذا الدور معاها ولا نقطع الاتصال ونخليها تواجه الحقيقه بوحدها. هاد القصه من كثرة ما فيهاش الرعب بزاف ولكن فيها شي حاجه تقل من الرعب، وهو انني حسيت بواحد الحزن اللي ما نقدرش نعبر عليه بصوت عالي. وهنا